حبايب الحلوين، كان يا مكان في سالف الأزمان أميرة من الأميرات، كانت كل شوية أيام تتكلم كلام وتؤمر أمر. في ليلة من ذات الليالي جت الأميرة تنام، الدنيا كانت برد. صرخت الأميرة، ندهت الوزير وقالت له: البرد ده إيه فايدته زي قلته؟ اسمع يا وزير، البرد ده ما بحبوش أنا، ما تخليهوش، حوشه من الدنيا. والأميرة قالت للوزير: هركب حصاني واسيب القصر واغيب عنه 3 أيام، واما ارجع بعد ال3 أيام مش عايزة برد في الدنيا أبدا، يا إما كده يا إما أحبسك. والوزير طبعا محتار، الدنيا ساعات تبقى برد وساعات تبقى حر، الدنيا ساعات تبقى تلج وساعات تبقى نار، ولا الوزير ولا غير الوزير يعرف يحوش حاجة. والأميرة ركبت حصانها، مفيش حد في القصر عارف هي رايحة فين، بس هي كانت سمعت زمان عن مكان في الجبل بالظبط زي الجنة، بتنزل المية منه على زرع أخضر. والشهور بتفوت وبتفوت زي الأيام، والأيام بتفوت زي الساعات. الأميرة في يوم ركبت حصانها وراحت الجبل، مشيت في الجبل، طلعت على الجبل. الحرامية سكان الجبل لمحوها، كبير الحرامية قال: انزلوا بسرعة هاتوها، نشوف دي ايه دي وأصلها ايه وفصلها ايه وجاية هنا ليه. نزلوا الحرامية، اتكتروا على الأميرة، مسكوها وجابوها ربطوها في السلاسل وقعدوا يحرسوها. فاتوا 3 أيام والأميرة ما رجعتش القصر. كل اللي في القصر خايفين، مش عارفين يا ترى الأميرة راحت فين. جابوا حكيم القصر وقالوا له: انت بتعرف حاجات كتيرة، شوف لنا فين الأميرة. حكيم القصر حط في ايده حبة مية واتكلم كلام، وش المية بقى زي وش المراية. حكيم القصر بص في المية كتير، شاف الأميرة في كهف في الجبل متسلسلة بحديد. كل اللي في القصر قالوا: نعمل ايه؟